السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة شهوات وفاء الفاسية. اليوم غادي نقدم لكم رغيفات معمرين بالخضر والكفتة. الا عجبكم الفيديو ما تنساوش تشاركوا وديروا جيم وتبارطاجيو مع صحابكم. اذا نبداو على بركة الله بالمقادير والطريقة. عندي هنايا البصلة مشلضة. عندي هنايا تقريبا انا درت واحد 3 ديال البصلات مشلضين. البصله كديروا على حسب الاختيار ديالكم شحال ما بغيتو. وكذلك الخضر، هنا عندي خيزو محكوك، عندي القرعه محكوكه. عندي هنا الكفته، انا درت هنا تقريبا شي 500 غرام ديال الكفته. عندي الشعريه الصينيه. عندي القزبور المعدنوس، وعفوا هنا عندي المعدنوس. ما فيش القزبور، عندي غير المعدنوس. والعطريه عندي الملحه بطبيعه الحال، الفلفله حمراء حلوه، الزعتر مطحون، والابزار. اللي بغى الهريسه او الحار يديرو اختياري. وعندي الزويته باش نشحر المقادير. اذا نبدا على بركه الله. نشحر في البصله. ندير واحد كميه مهمه ديال الزيت، ونبدا نشحر في البصله هي الاولى. ندير معاها غير الملحه، العطريه الاخرى ما نديرهاش، ندير غير الملحه صافي. العطريه الاخرى غادي نخليها حتى من بعد. هنا كنعجن العجينه، كندير الفورس الكميه اللي غادي تكفيني باش الكميه اللي تكفيني الحشو. هنايا كندير غير شويه ديال الخميره، غير شويه، وشويه ديال الملحه والميها صافي. هي باش كنعجن. بغيتو ديروا شويه ديال الفينو كديروه. المهم العجينه كتكون عجينه عاديه بحال ديال المسمن، ما تكونش جاريه. انا كنأكد عليكم مزيان العجينه ما تكونش جاريه بصفه نهائيه، تكون شاده راسها مزيان صافي. كنخليو العجينه كترتاح وكنرجعوا باش نكملوا المراحل ديال الحشو. هنايا من بعد ما نزلت ليا البصله مزيان كنزيد خيزو. دائما كنسبق الخضر اللي هما كيهزوا شويه الطياب. كنديروا خيزو كنخليوه يتشحر. الخضر نقدروا نديروا الخضر اللي بغينا، نقدروا نزيدوا لي الشو، نقدروا نديروا الفلافل الالوان حتى هي كتجي مزيانه. الفلافل بجميع الانواع ديالها، نقدروا نديروا الحمراء الخضراء الصفراء، خصوصا الحمراء كتجي زوينه هنايا. من بعد ما هو تشحر لينا دابا خيزو، بان ليا باقي خاصني نزيد الزيت. غنزيد الكميه ديال الزيت اللي عندي كامله، ونستمر دائما في التحراك. دابا هو خيزو طاب ليا مزيان وتشحر. غادي نزيد القرعه محكوكه حتى هي على الطول. كنسبق الخضر اللي هي كما قلت لكم كتهز شويه طيب، وكنخلي الخضر اللي دغيا كطيب هي الاخرى بحال القرعه كنخليها هي اللي في الاخر. العافيه تكون شي شويه مجهده باش الخضر ما يطلقوش لينا الماء ويطيبوا لينا مزيان. هنا كندير الكفته وكنحاول انني نفرتتها بالمغرف. الحشو تقريبا تيكون عندنا طايب كامل، تقريبا طايب، يعني ملي تندخلو الفران راه تندخلو غير العجينه هي اللي طيب.
المعدنوس كنخليوه هو الاخر باش كتبقى النكهه ديالو زوينه. هو والعطريه كنخليوه حتى الاخر، حتى الاخر حاجه هو اللي كنديرو المعدنوس شي شويه بواحد الكميه مزيانه، وعاد كنديرو دابا العطريه. اللي بغى الحار كيزيد الحار، حتى الحار كيعطي واحد المذاق زوين. انا ما درتش الحار على قبل الوليدات الصغار، انا عزيز عليا الحار، ولكن على قبل الوليدات ما نقدرش نديرو، ولكن راه تيجيو بنان بواحد الطريقه زوينه بزاف، كيجيو بنان بنان بنان. درت الشعريه الصينيه بعد ما رطبتها في الماء طايب، وكنزيدها شعريه صينيه. نقدروا ما نديروهاش مثلا ما كانش عندنا، نقدروا نجيبوا فعوط منها، نجيبوا بطاطا محكوكه، نديروا فعوط منها بطاطا محكوكه، ولكن بطاطا محكوكه حتى الاخر، حتى هي بحالها بحال الشعريه، لان البطاطا دغيا تطيب وكتلصق في القعر ديال المقله. اذا هنايا من بعد ما ساليت الحشو ديالي كنخليه يبرد، العجينه كنرجع لها كنلقاها ها هي طلقات معايا، طلقات مزيان. تنبدا تنشكل كويرات يكونوا صغيورين، هما هاد الرغيفات كيجيو صغيورين كيجيو زوينين. من الاحسن انا كيعجبوني صغار، دائما كنديرهم صغار، ما كنبغيهمش يكونوا كبار. كل ما صغرت يعني كل ما صغرتي الرغيفه كتجي زوينه وحلوه في الشده ملي كتكوني كتاكليها ولا ملي كتقدميها، ولا واخا هما كياخذوا شي شويه ديال الوقت الا كانوا صغار، ولكن النتيجه في الاخير راه كتكون زوينه. هنا كندير واحد شويه ديال الزيت باش كنطلق، زيت باش شحرت الخضر. انا راني درتها مخلطه بلديه وروميه، نتوما تقدروا ديروا غير زيت المائده العادي، ماشي بالضروره ديروا بلديه. انا كيعجبني نطيب بزاف بزيت البلديه. هنا حتى في هذه اللي كنطلق بها راه عندي فيها زيت الروميه والبلديه. انا كيعجبني نخدم بزاف بزيت البلديه لانها صحيه وكتبنن الماكله، كيعجبني نخدم بها. هنا كنطلق العجينه مزيان، كنسرحها مزيان، كتولي رقيقه حتى كتولي الخامه كتبان. الا كانوا شي قطعات ولا شي حاجه في العجينه ماشي مشكل. كنديروا واحد الكميه ديال الحشو، كنديروا كميه لا باس بها ديال الحشو. كنبداو كنطويو في هذه المرحله هذه ديال الطويان ديال العجينه، مرحله مهمه. كنطويو وهذوك الجوانب كنحاولوا نلصقوا الطرف مع الطرف ديال العجينه، ما نخليوش العجينه ما متساوياش مع بعضياتها، لان هذيك هي اللي كتعطينا العجينه كتبقى معجنه في الطياب، ما كطيبش مزيان. اما ملي كنديروا مهم بزاف نديروا العجينه على العجينه، ما نخليوش الجوانب مكدسه فيهم هكاك العجينه عشوائيه، نستوها مع بعضياتها مزيان باش تجي مورقه. هذا هو السر باش كتجي مورقه. هنا كنقلبوا العجينه بحال هكذا راسا على عقب، ما نقويوش العجينه في بلاصه واحده، تجينا جهه رقيقه بزاف وجهه فيها العجينه بزاف. كنقلبوها بحال هكا وكنقادوها باش كيجينا الحشو دائما في الوسط، وكتجي الورقه كتجي مقرمشه وكتجي زوينه وكتجي هشيشه. صافي كنستمروا بحال هاد الطريقه هكا حتى كنكملوا العجينه ديالنا كامله. نعاود معكم واحده اخرى باش توضح لكم الرؤيه.
مسمن كنظن او رغيفات. يكون بزاف منكم اللي فايت ليهم جربوا وكيديروا، وكاين اللي البنات اللي يلاه مبتدئات يلا تيبغيو يجربوا بحال هاد المسائل هكا. هاد الرغيفات نقدروا نديروهم حتى في الوجبه ديال الغدا، كيجيو مزيانين لانهم مغذيين، فيهم الخضار، فيهم اللحم، يعني وجبه متكامله. نقدروا نديروهم في الكوتي، نقدروا نديروهم في العشاء، نقدروا نديروهم في اي وقت. الكفته راه نقدروا نستغناو عليها الا ما بغيناهاش، نقدروا نعوضوها بالطون، نقدروا نعوضوها باي حاجه، حتى بالحوت علاش لا. واللي زوين في هاد الرغيفات انهم كيعجبوا الوليدات الصغار، يعني حتى الوليدات اللي ما كياكلوش الخضار في هاد الوصفه هادي تياكلوا الخضار. صافي نبقاو مستمرين بحال هكا حتى كنساليو، ومنين كندخلوهم الفران كتكون العافيه دائما عندنا العافيه ديالنا متوسطه، ما تكونش مجهده. كنديروهم الا كان فران ديال الغاز كنديروهم من الفوق وكنشعلو غير من التحت حتى كيتحمروا لنا من التحت مزيان، ومن الجوانب عاد كنهبطوهم من التحت باش كيتحمروا لينا من الوجه ديالهم. راه ملي كيتحمروا الورقه ديالهم كتجي بحال الورقه ديال البسطيله، كيجيو محمرين مزيان ومقرمشين. اذا الرغيفات ديالنا ها هما بعد ما طابوا، كنتمنى يعجبوكم. وان شاء الله تجربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم. والى عجبتكم الوصفه ما تنساوش تدعموني، ديروا جيم، وديروا اشتراك القناه ديالي، وتبارطاجيو مع صحابكم، وبالصحه والراحه.